قدم إبليس مع حفظ الألقاب فلربما تجرم المعايير الجديدة عدم احترامه. قدم احتجاجا رسميا لدى نصف مجلس التعاون الخليجي وطالبه بالاعتذار وتعويضه عن العطل والضرر الذي ضربه منذ نشوب الأزمة مع قطر. وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لإبليس ما يلي: لقد اتهمتم دولة قطر بدعم داعش وفي الوقت ذاته بدعم جبهة النصرة، ثم اتهمتم قطر بدعم النظام السوري وحزب الله اللبناني انطلاقا من التزامها الأجندة الإيرانية لتصبح الدوحة وراء كل القوى المتقاتلة في سوريا. ثم اتهمتم قطر بالتآمر لمصلحة حلفاء إيران في العراق أي الحشد الشعبي، وفي نفس الوقت بدعم داعش التي تقاتل الحشد الشعبي. وفي اليمن وجدتم أن قطر المنضوية ضمن تحالفكم لقتال الحوثيين تقدم السلاح للحوثيين ليقاتلوها ويقاتلوكم. وفي البحرين اتهمتم قطر بدعم التخريبيين، وفي نفس الوقت شكرتم قطر على تعاونها لمكافحة التخريبيين. واتهمتم قطر بتمويل الحروب في ليبيا ودعم المتطرفين. وفي مصر فإن قطر تدير صراع الإخوان مع السلطة وفق اتهامكم الذي وصم حركة حماس بالإرهاب وبرأ عمليا صديقة إسرائيل من هذه التهمة يتابع إبليس. فاتهمتم قطر برعاية إرهاب حماس وبتقوية علاقاتها مع عدوة حماس إسرائيل. لقد اتهمتم قطر بالسعي لقلب أنظمة خليجية، وفي نفس الوقت جزمتم بأنها تختنق بدون جوارها الخليجي. وخلص إبليس بعد كل هذه الاتهامات لقطر تقولون في صلاتكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا بقي لي من كيد لتتعوذوا مني بوجود قطر؟ لقد أسأتم لسمعتي وجعلتموني مسخرة أمام عيالي، فما عادوا يطيعونني ولا يصدقونني. إذا طلبت من أحدهم تحريض إنسان على فعل سوء قال لي: اغرب عن وجهي يا ضعيف ودعني ألعب. لو أنه يغوى لسبقتني إليه قطر. لذلك يختم إبليس: فإني أطالب حلف المقاطعة بتشديد العقوبات على قطر وباعتذار رسمي إلي، وبفرض عقوبة السجن والغرامة المالية على كل من يتعوذ من الشيطان، وبتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بي وبسمعتي، وذلك بفتحكم 1000 خمارة جديدة مع كل خمارة ملهى وصالة بوكر للقمار. فأنا صفدت في رمضان وأنتم غدرتموني رغم طول العشرة، فاستبدلتموني بقطر. انتهى بيان إبليس.